الفيب اللي في ايدك دي هتبهدل لك قولونك. ايه استني، ايه اثبت لك العكس زي كل مره؟ ما هي حقيقه، الفيب فعلا بيبهدل القولون بسبب النيكوتين اللي بيأثر على حركه الامعاء، بيزودها عند ناس فبيجي لها اسهال، بيقللها عند ناس فبيجي لها امساك، وكمان المواد الكيميائيه اللي موجوده في البخار اللي بتأثر على البكتيريا بتاعه الامعاء. لكن قبل ما اقول لك حل الموضوع انت محتاج تعرف فعلا هل هي الفيب السبب. طب تعرف ازاي؟ بس خد بالك احنا نصنا يعني عنده قولون عصبي والنص التاني بياكل زباله وسكر وحاجات غريبه. شوف، هل الموضوع له وقت معين يعني بعد الفيب، ولا بتيجي عشوائي مرتبطه بمواعيد اكل؟ او جرب تقلل او توقف فيب خالص لمده يومين ثلاثه كده، لو الاعراض خفت خالص يبقى منها، لو ما خفتش يبقى توتر او اكل. والنيكوتين العالي ممكن يعمل لك اسهال او حتى يجي لك امساك من الجفاف اللي الفيب بتعمله عشان كده انت بتعطش كتير وانت بتستخدم الفيب. طب لو طلع اكل، هل هو مرتبط بكافيين او اكل سبايسي او دهني؟ التوتر والقلق اللي هم بيولعوا في القولون حرفيا. الفيب ساعات بتهدي ناس وساعات بتزود من توترهم بسبب النيكوتين على حسب استجابه جسمك. طب انا عرفت السبب، احله ازاي بقى خصوصا لو من الفيب؟ هشرحه لك الفيديو الجاي، فاتاكد انك عامل لي فولو واستنى الفيديو الجاي رد عليك في هذا الموضوع. سلام.